هل سألت نفسك قبل كده أهمية أو لازمة الأقواس أو الدوائر اللي بتكون في الملعب دي إيه؟ قبل ما تكون الخطوط والدوائر دي بتمثل أو بتعمل شكل جمالي للملعب، فهي بيكون لها أهمية كبيرة جدا جدا. أول حاجة طبعا الملعب بيكون بشكل مستطيل. خط المنتصف ده اللي بيقسم الملعب لكل فريق من الفريقين، والدايرة اللي بتكون في نص الملعب دي اللي بيكون واقف فيها اللاعب اللي بيباصي، سواء السنترة أو بداية المباراة. أما خط ال18 ده اللي بيحدد منطقة حارس المرمى، اللي بيستطيع فيها لعب الكرة بإيديه، ما يعرفش يطلع بره ويلعب الكرة بإيديه بره الخط ده. وطبعا الست ياردة دي اللي بتحدد المنطقة اللي هيلعب منها حارس المرمى الكرة ضربة مرمى. أما القوس بتاع ال18 ده فليه أهمية كبيرة جدا لحارس المرمى وللاعب كمان. حارس المرمى بيقدر يحدد فيه الجون وراه من غير ما يبص وراه ويشتت نفسه بشكل كبير، وكذلك اللاعب بيحدد مكان الكرة فين وبيقدر